في قصص بتحكيها لينا الحياة من غير ما ننطق بكلمة، وقصتنا النهاردة مش مجرد حكاية خيالية أو حكاية للأطفال. دي قصة فيها وحشين، أو يمكن مفيش ولا وحش. احنا دايما بنسمع طرف واحد وبنصدق الحكاية زي ما اتقالت، بس عمرك فكرت تسمع نفس القصة من الناحية التانية، من الزاوية اللي محدش بص منها؟ في القصة دي هنعرف إن الحقيقة ليها وشين، وإن اللي بيبان شر ممكن يكون خوف، واللي بيبان طيبة ممكن يكون ضغط بدون قصد. وهحكي القصة المرة دي بطريقة مختلفة، لأني هحكيها على لسان نهى بطلة قصتنا النهاردة. بس قبل ما نعرف إيه قصة الوحشين، نصلي الأول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحط اللايك الجميل اللي بيفرق مع القصة ويخليها مسموعة لناس أكتر. واللي لسه مش مشترك بقناتي ياريت يشرفني بالاشتراك. ويلا بينا جهز خيالك واسمعني كويس، لأن اللي جاي هياخدك في رحلة مش زي أي رحلة بين اتنين كل واحد شايف التاني هو الوحش. أنا نهى، سيدة بسيطة بحب الهدوء والقصص، وفي يوم من الأيام رحت أزور صاحبتي الغالية داليا. داليا دي من الناس اللي كل ما تقعد معاهم تطلع بحاجة جديدة تتعلمها. مش بس دمها خفيف، لأ، دي كمان حكيمة كده وكلامها بيخبط في القلب. دخلت بيتها، شمينا ريحة البسكويت اللي لسه خارج من الفرن، وقعدنا نشرب شاي ونرغي كالعادة. وبعدين قالت لي: استني يا نونة، هحط بنتي ليلى تنام وراجعة. في الوقت ده اقري الكتاب ده، هو بتاع ليلى بس أنا متأكدة إنه هيعجبك. أخدت منها الكتاب، كان على غلافه رسمة لبنت لابسة قبعة حمراء وبصة لوحش صغير جنبها. أول ما فتحت الكتاب لاحظت إنه بيحكي نفس القصة مرتين، فده شدني جدا إني أقرأ القصة، وبدأت أقراها. وكان أول فصل فيها مكتوب عليه وجهة نظر فرح، البنت صاحبة القبعة الحمراء. فتحت أول صفحة في الفصل ده وكان مكتوب فيه: أنا اسمي فرح. في يوم وأنا ماشية في الغابة لقيت وحش صغير متعلق في شجرة، كان هيقع ويموت. قلبي وجعني عليه، فطلعته من على الغصن وخدته على بيتي، غسلته ونضفته ولبسته بيجامة من اللي بخيطها للعرايس بتاعتي، وخليته ينام جنبي. صحيته بدري زي كل يوم، ومشينا مع بعض في الهوا عشان صحته، وخدته المدرسة بتاعتي، وخليت صحابي يلعبوا معاه وكانوا فرحانين بيه جدا، وابتدينا نحبه. حتى عملت ليه بيت صغير من كرتون في اوضتي وكتبنا عليه بيت الجديد، وكان بيرتاح فيه. وفي يوم من ليالي الشتاء الباردة، الجو كان برد جدا، فلبسته قبعة وحضنته ونيمته. لكن فجأة حسيت حرارته عليت، فقمت بسرعة فتحت له الشباك عشان يتنفس هوا نضيف، ورحت عشان انام. لكن لما صحيت الصبح ورحت عشان اطمن عليه، لقيته شال القبعة وجري وهرب مني. ليه؟ معرفش. وقعدت اقول لنفسي: انا عملت معاه كل حاجة كويسة، كنت فاكراه هيفرح، لكن هو سابني ومشي. وعدت الايام وكنت زعلانة جدا ومفتقدة. بس في ليلة شتوية باردة جدا لقيته رجع لوحده، لبس القبعة ونام جنبي. يمكن فهم أخيرا إني كنت بحبه وعايزة أساعده. أنا قلبت الصفحة وقلت: جميلة أوي القصة. بس لقيت المفاجأة، القصة نفسها بتتكرر من تاني، بس المرة دي من وجهة نظر الوحش الصغير. وبدأت أفتح الفصل التاني من القصة اللي كان مكتوب عليها وجهة نظر الوحش، اسمه زيزو. وكان مكتوب في الفصل ده: أنا زيزو، مخلوق صغير بحب أتمشى والعب على الأشجار. وفي يوم من الأيام وأنا بتمرجح على غصن عالي، لقيت كائن غريب كان شكله مرعب شوية، هجمتني وشالتني من مكاني وخدتني بعيد عن الغابة، ولقيتها ودتني لمكان مقفول ومضلم. غسلتني بمية باردة ولبستني هدوم غريبة، وخدتني أتمشى معاها كل يوم في الشوارع. كنت هموت من التعب، ما كانش عندي أي طاقة. ودتني عند كائنات تانية زيها، أطفال صغيرين كانوا مزعجين، بيزعقوا ويلعبوا معايا بالعافية. حد يقرصني، وحد يشد في وداني، وحد تاني يحط صباعه في عينيا. كانوا بجد مزعجين جدا وضايقوني قوي. عملت لي بيت صغير
صغير كأنه سجن من كرتون، وكتبت عليه بيت الجديد. بس ده مش بيتي، بيتي هو الغابة والهوا والشجر. وفي ليلة باردة لبستني قبعة ضيقة، حسيت راسي هتنفجر وحرارتي ارتفعت عليا، ولما فتحت لي الشباك قلت لنفسي دي فرصتي عشان أخلص من العذاب والسجن ده. فقمت شلت القبعة وجريت للغابة، هناك مكان الحقيقي مع النجوم والهدوء والنسيم. بس بعد أيام الدنيا كانت برد قوي، قلبي قال لي ارجع اقعد الليلة دي بس وارجع تاني. رجعت لبست القبعة اللي عملتها ليا ونمت جنبها، على الأقل كانت دافية. أنا قفلت الكتاب وسرحت شوية. قصة أطفال بس الحقيقة إنها قصة لينا إحنا الكبار. كل حد فينا عنده حكاية بس بيحكيها من وجهة نظره. فرح ما كذبتش، هي فعلا أنقذته وحبته وراعته. بس زيزو كمان ما كذبش، هو حس بالخوف والإجبار والاختناق، الاتنين كانوا صادقين، لكن كل واحد شاف القصة من زاويته. من الآخر مفيش وحشين، يمكن مفيش وحش أصلا. قبل ما تحكم على حد اسمع حكايته وحاول تشوف الدنيا من مكانه، ساعتها بس هتفهم الحقيقة كلها. قد ايه احنا ساعات بنكون متأكدين ان احنا عملنا الخير وبنستغرب ليه اللي قدامنا مش حاسس بكده. يمكن لاننا ما شفناش الدنيا من مكانه، ما حسيناش بخوفه ولا سمعنا صوته اللي ساكت. القصة دي علمتني ان كل حكاية ليها وشين، وكل وحش في عيوننا ممكن يكون ضحية في حكايته، وان النية الطيبة لو ما اتفهمتش بشكل صحيح ممكن تتحول لسجن للي حوالينا. مفيش حد غلطان لوحده، ومفيش حد دايما صح. في لحظة بس محتاجين نهدى، نسأل، نفهم، نسمع قبل ما نحكم على أي حد. لازم نسمع حكايته كاملة، مش بس من الشخص اللي حكاها، وكمان من الشخص اللي برضو عاشها معاه. ساعتها بس هنعرف مين فعلا الوحش، ولا الاتنين كانوا صادقين بس كل واحد ما قدرش يفهم التاني عاوز منه ايه. وبكده تكون خلصت قصتنا، واستنوني مع حدوتة جديدة من حواديت سارونا، حواديت دايما فيها عبرة وحكمة من قلب الحكاية.